حكاية فيلمنا النهاردة عن 2 أصدقاء حظهم وحش وكل الناس شايفينهم فاشلين، وبتجيلهم فرصة إنهم يغيروا حياتهم من ساحرة مجهولة، ولكنهم بيفشلوا في اختبارها ليهم فبتعاقبهم لحد ما بيتغيروا. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع لوسي وكارين وهم في طريقهم لمخيم مهجور في ليلة القمر فيها بدر، علشان لوسي تكتشف هي هتتحول مستذئبة ولا لأ بسبب اللعنة اللي وقعت عليها. ولما بيوصلوا بيتكلموا عن الخرافات اللي اتنشرت حوالين المخيم ده، وبتقول كارين ان مالك المخيم ده اتجنن واكل طفل ومن بعدها اختفى، ولكن لوسي بتقول لها ان ده ما حصلش وان في ولد اتسمم من اكل المخيم وبسبب كده اترفع عليهم قضية وفلسوا واتقفل المخيم ده. وبتكون لوسي واضح عليها التوتر وبتحاول تشغل نفسها في اي حاجة وتشوف الحاجات اللي جابتها معاها وبتطلع مسدس منطقتها، فبتتخض منه كارين. ولما بتسألها هي جابته منين بتقول لها انها اخدته من إيريك، فبتتضايق كارين لان إيريك اكيد هيقول لبوب مديرهم الشغل. وبتشغل لوسي نفسها وبتطلع مانيكير وبتقعد تحطه في ايديها، وبعد شويه بتفضل تعيط وبتحاول كارين تسكتها، فبتقول لها انها جابت لها هديه وبتطلع لها براونيز منطقتها، فبتعيط لوسي اكتر لان كارين لطيفه معاها على طول وبتشكرها. وبيفضلوا ياكلوا وهم بيتكلموا لحد ما بيناموا. وبالليل بيكون في صوت في المكان فبتصحى كارين وبتصحي لوسي، وبيكون الوقت اتاخر فبتطلع لوسي كلبشات وبتحط واحده في ايديها والتانيه في دريكسيون العربيه علشان ما تعورش كارين لو اتحولت مستذئبة. وبتدي كارين كشاف والمسدس وبتخليها تفحص وشها وعينيها واسنانها وتشوف لو حصل لها اي تغيير ولا لا، ولكن كارين بتقول لها مفيش حاجه، فبتفرح لوسي لانها ما اتحولتش وبيفضلوا يصرخوا من الفرح. وفجاه بيجي حد لابس قناع مستذئب وبيصرخ معاهم من شباك العربيه، فبتتخض كارين اللي كانت ماسكه المسدس وبتضربه بالرصاص من غير ما تقصد. ولما بتلف وشها لوسي بتصرخ بصوت عالي. ولما بنرجع يوم لورا بنشوف كارين ولوسي وهم في شغلهم في محل الايس كريم، لما بتيجي زبونة معاها كود مجاني قديم جدا من الثمانينات وبتكون مصرة تاخد بيه ايس كريم مجاني، وبتطلب منها كارين تدفع مقابل الايس كريم لان الصلاحية بتاعته انتهت، ولكنها بترفض وبتكلمهم باسلوب وحش. ولما بتحاول لوسي تفهمها الكود صلاحيته منتهية بتقول الزبونة انها عارفاها من قبل كده وبتفتكر انها كانت معاها في المدرسة الثانوية في معسكر القيادة، وبتقول ان اسمها كارين بينس، وبيكون واضح انها كانت متنمرة وبتحاول لوسي تنكر انها كانت تعرفها. وبتقول كارين ان المدرسة خلاص خلصت ولكن بتفتكرها هي كمان وبتتنمر عليها لانها كانت مريضة تبول لا ارادي ووالدتها مدمنة كحول. وبيكون هيتخانقوا مع بعض ولكن المدير بوب بيخرج وبياخد منها الكود وبيديها ايس كريم مجاني يخليها تمشي، وبيقول لهم الايس كريم بيخلي الناس مبسوطة وبيرجعهم زي الاطفال تاني، وبيقول لهم ان علشان كده هو اداها ايس كريم، وبيقول لهم كمان انه ماشي وبيطلب منهم ياخدوا بالهم مكان اجازته. ولما بيمشي بتفضل لوسي تهزر مع كارين وفجأة بيخضها شخص كان مستخبي وراهم وبيكون إيريك زميلهم، وبتتخض لوسي وبتقول له ما يعملش كده تاني، وبتعمل كارين كوكتيل جديد خاص بيها وبتسميه الرعشات المهتزة. ولكن لوسي بتقول لها ان شكله مش حلو وان بوب مش هيسمح لها تبيعه في محله وانها لازم تفكر في فتح محل خاص بيها لو عاوزة تبيع ابداعاتها الغريبة. ولكن كارين بتقول لها ان والدتها مدمنة كحول وسمعتها سيئة في القرية بسبب مرضها القديم واستحالة تعمل. وبتقول لوسي انها عايزة تنقل من البلد دي وبتفكر انها تشتغل في قص الشعر، وبتسألها كارين عن فكرتها القديمة الخاصة بتوصيل الناس. وبتلف لوسي وراها في الوقت ده وبتشوف واحدة شكلها غريب في الغابة فبتخاف منها وبتكون هتسأل لوسي ولكن بتفتكر انها بيتهيأ لها وبتكمل كلام وبتقول انها تنقل لنيويورك. وفجأة بتلاقي واحدة شكلها غريب قدامها في المحل، ولما بتسألها تساعدها ازاي بتقول لها انها جعانة، ولكن لوسي بتقول لها انهم خلاص قفلوا. وبتسألها لو كان معاها فلوس للأكل فبتديها حاجة غريبة وبتقول لها انها تدفع بدي، وبتقول انهم جعانين وما كلوش من اسابيع. وبتفتكر لوسي انها مجنونة لان مفيش حد تاني معاها، وبتقول لها انهم خلاص شالوا كل الحلويات وبتديها بندق، ولكنها بتمسك ايديها وبتقول لها ان دمها هيتحول للون الاسود وهتتحول لذئب شيطان الليل، وبتعضها باللعبة اللي معاها وبتفضل لوسي تصرخ من الألم. وبنرجع تاني للوقت الحالي وبنشوف لوسي نايمة على الأرض لوحدها وفي ايديها دريكسيون العربية ولبسها مش موجود. ولما بتصحى بتستغرب نفسها وبتفضل تنادي على كارين وتدور عليها وبتكون حاسة ان في حاجة وراها، ولكنها بتوصل للعربية وبتاخد
منها لبس وبعدها بتحاول تركب الدريكسيون علشان تتحرك بالعربية، ولكن بتسمع صوت فبتفتح باب العربية وبتلاقي شخص لابس قناع مستذئب على الأرض، فبتخاف وبتشيل القناع. ولما بتلاقي إيريك ما بتكونش فاكرة إيه اللي حصل وبتفتكره بيعمل مقلب فيها وبتطلب منه يقوم، ولكن لما ما بيردش عليها بتقرب منه وبتشوف الرصاصة وبتخاف وبتفضل تنادي على حد يساعدها. ولما مفيش حد بيرد عليها بتغطي وشه تاني وبتقرر تمشي علشان تطلب المساعدة. وفي الطريق بتشوف الكاب بتاع كارين وشنطتها على الأرض وبتستغرب، ولكنها بتكمل مشي وبتسمع صوت غريب وما بتكونش عارفة إيه الصوت ده. وبتوصل للمخيم فبتقرب منه وبتدخل وبتفضل تنادي على كارين، ولكن مفيش حد بيرد عليها وما بيكونش فيه غير الصوت المخيف اللي حواليها. وبتلاقي منشار خشب على الأرض فبتاخده علشان تدافع بيه عن نفسها وبتدخل لمكان النوم بتاع المخيم. وبتلاقي كارين هناك، ولكنها بتحذرها انها تقرب منها وبتكون خايفة منها وبتناديها باسم شيطان الليل. وبتكون لوسي مش فاكرة اي حاجة من اللي حصل وبتسأل كارين وبتطلب منها تحكي لها ايه اللي حصل. وبتفتكر كارين انها بتخدعها، ولكن لوسي بتقول لها انها فعلا مش فاكرة اي حاجة وان اخر حاجة فاكراها لما كارين ضربت إيريك بالرصاص. وبتكون كارين ما كانتش عارفة ان اللي قتلته كان إيريك، وبتزعل لما بتعرف انها سبب وفاة صديقهم، ولكن لوسي بتقول لها انه ما كانش ذنبها وان إيريك ما كانش المفروض يخضهم. ولكن كارين بتلومها لانها هي اللي جابت المسدس معاها، فبتطلب منها لوسي يبطلوا خناق وتساعدها في انها تشيل الدريكسيون من ايديها. وبتسألها كارين لو كانت فاكرة اي حاجة عن تحولها واكلها للارانب، وبتكون لوسي مش فاكرة فعلا وبتفك كارين ايديها، ولكنها بتأيدها في سرير من اللي موجودين حواليهم. وبتقول لها ان القمر لسه بدر وانها ممكن تتحول تاني. وبتتضايق منها لوسي لانها عملت كده وبتحاول تشد ايديها من السرير ولكنها بتتعور. وبتلاقي دمها لونه اسود، فبتقول لها كارين ان السيدة المجنونة اللي لعنتها قالت ان دمها يتحول للون الاسود. وبتقترح كارين انهم يروحوا المستشفى، ولكن لوسي بترفض لانها بتعتقد انهم هيعملوا عليها تجارب وهتموت. فبتقول لها كارين انها ممكن تغير دمها بدم إيريك لانه كده كده ميت ومش هيستفيد بدمه، وكده دمها هيرجع من تاني دم عادي. وبتكون لوسي مترددة وبتقول مين اللي هيساعدهم، فبتفكرها كارين انها كانت ممرضة في الاساس، ولكن لوسي بتقول لها ان ده كان من سنتين وكمان ما كملتش دراستها. ولكن كارين بتقول لها ما تقلقش وانها تخليها تعيش، وبتروح تجيب جثة إيريك. ولما بتشوفها لوسي بتتردد تاني، ولكن كارين بتقول لها ان مفيش قدامها اي حل تاني، وان لو حد اكتشف سرها هيعملوا فيها تجارب كتير وفي الاخر هتموت. وبتقطع جزء من دراع إيريك بالسكينة وبتاخد منه دم في كوباية، وبتروح للوسي وبتقول لها انها تجرح من دراعها جزء صغير علشان تاخد منها شوية دم. وبتكون لوسي خايفة، ولكن كارين بتقول لها تبطل تصرفات الأطفال وبتجرح دراعها وبيكون دمها شكله غريب. وبينزل الدم بسرعة وبتشرب لوسي دم إيريك من الكوباية، وبتكون عاوزة تبدله بدمها الأسود ولكنها ما بتقدرش تبلعه وبترجعه تاني في وش كارين. وبيفضلوا يبصوا على جثة إيريك وهم مش مصدقين ايه اللي بيحصل لهم. وبتفضل لوسي تعيط لأنها كانت فاشلة طول حياتها وفي الآخر هتموت بشكل غريب، ولكن كارين بتقول لها إنها مش فاشلة ومش هتموت. وبتفتكر لوسي كتاب التعويذ اللي معاهم وبتطلب من كارين تجيبه من العربية، وبتروح كارين تجيبه ولكنها بتشوف حد في الغابة فبتخاف وبترجع بسرعة. فبتقول للوسي على اللي شافته، فبتقول لها إن هي كمان سمعت أصوات غريبة. وبتقعد كارين تقرأ وبتلاقي في الكتاب تعويذة لعلاج الشخص المستذئب، وبتمسك إيد لوسي وبتقرأها، ولكن لوسي ما بيحصلهاش أي حاجة. وبتطلب من كارين تفك إيديها لأنها عاوزة تستخدم الحمام. فبتقول كارين إن المفاتيح مش معاها وبيتخانقوا بسبب المفاتيح. وفي الوقت ده بيقوم إيريك وبيشيل القناع اللي على وشه، ولكنهم ما بياخدوش بالهم منه. وبتاخد لوسي الكتاب من كارين، ولكنها بتلاقي كارين قرت تعويذة بتحول الجثث لزومبي. وبيتفاجئوا بإيريك واقف وراهم، وفي اللحظة دي بتقوم كارين وبتحاول تضربه ولكنه بيكون أقوى منها، ولكنها في النهاية بتقدر توقعه على الأرض لأنه بطيء، وبتفضل تضربه بدريكسيون العربية لحد ما بيموت تاني. ولكن إيريك بيكون جرح جسمها قبل الموت وبتتحول لزومبي زيه. وبتحاول لوسي تفك إيديها بسرعة وبتكسر السرير علشان تجري، وبتروح للعربية بسرعة وبتفتح الباب الخلفي وبتروح تركب قدام. ولما بتيجي كارين بتركب العربية هي كمان، فبتنزل لوسي بسرعة وبتقفلها عليها. ولكن كارين بتفتح الإزاز وبتخرج منه بسرعة وبتجري وراها لوسي. فبتروح لوسي للمخيم من تاني وبتدور في كتاب التعويذات عن حاجة ترجعها إنسانة، ولكن كارين بتدخل وبتاكل في جثة إيريك على الأرض. وبتوصل لوسي لتعويذة الزومبي، ولكن كارين بتشوفها قبل تقراها وبتقرب منها بسرعة. ولكن لوسي بتقدر تقرا التعويذة بسرعة وبتنجح وبترجع كارين لشكلها الطبيعي. وبياخدوا جثة إيريك وبيحطوها جنب شجرة وبيودعوه، وبتعتذر ليه كارين لأنها كانت سبب في وفاته وبتتمنى لو ما كانش مات. فبتيجي
فكرة لوسي وبتدور في كتاب التعويذات عن تعويذة تقدر ترجعه للحياة مرة تانية، وبتكون كارين خايفة يجربوا أي حاجة تاني، ولكن لوسي بتقول إن الوضع مش هيكون أسوأ من اللي هم. وبتقرأ لوسي التعويذة وبتقرب من إيريك علشان تشوف لو حصل له أي تغيير، وفجأة بيضحك إيريك وبيخضهم وبيسألهم هم ليه عملوا كده. فبتقول له إيريك إنه كان خطأ مش مقصود، ولما بيسألهم عن باقي دماغه راحت فين بتقول كارين إنها اتحولت لزومبي وغصب عنها أكلتها. وبيفضلوا يسألوه أسئلة كتير عن الموت ولكنه بيموت تاني قبل ما يجاوبهم. وبتحاول لوسي تكرر التعويذة ولكنها بتتفاجئ بأنها بتتعمل مرة واحدة بس. وبيسمعوا صوت غريب في الوقت ده، فبتقول كارين إنهم لازم يمشوا بسرعة. وبتقول لوسي إنها عارفة طريق مختصر وبتدخل المكان اللي دخلت منه علشان يرجعوا للعربية. وبيفكروا إزاي يرجعوا له إنسانة تاني، ولكن بيتفاجئوا بفخ معمول ليهم وغاز بيملى المكان، وبعدها بيفقدوا الوعي. ولما بيصحوا بيتفاجئوا ببوب لابس ملابس غريبة، فبيفتكروه إنه هيقتلهم، ولكنه بيقول لهم إنه عنده سر. وبيقول لهم إن مراته روبوني قالت له شافت وحش القدم الكبيرة، ولكن محدش صدقها وهي ماتت بعدها. فبوب قرر إنه يصطاد الوحش ده، وعلشان كده كان عامل الفخ ده، وإنه كان بيشغل الأصوات المخيفة في الغابة علشان يجذبوا ليه. ولما بيسألهم هم هنا ليه بتقول له كارين إن في واحدة مجنونة دخلت محل الآيس كريم وكان معاها لعبة شكلها غريب، ولأن لوسي رفضت تديها طعام مجاني عضتها في دراعها وحولتها لمستذئبة. وإن إيريك راح وراهم بالغلط ولبس قناع ذئب وخوفهم، وهي ضربته بالرصاص من غير ما تقصد، وبعدها حولته لزومبي بالغلط، وإن لوسي لسه مستذئبة وممكن تتحول في أي وقت. وبيكون بوب فاكر انهم شاربين مخدرات بسبب كلامهم الغريب، وبيقول لهم انه هيبلغ الشرطة، ولكن كارين بتطلب منه يعمل كده بكره، ولان القمر بيكون بدر بتبدأ لوسي في التحول تاني. وبتحاول كارين تطلع كتاب التعويذ بسرعة وبتحاول تقرا التعويذة ولكنها ما بتنجح. وبتتحول لوسي وبياخد بوب الكتاب وبيحاول يقول هو التعويذة، وبيقدر يقولها بشكل صحيح، وبترجع لوسي إنسانة تاني. وبيقول لهم بوب إنهم لازم يبلغوا الشرطة، وبياخدهم معاه في عربيته، ولكنه بيوقف العربية في الطريق وبيطلب منهم يوصفوا السيدة اللي حولتها المستهزئة. ولما بتوصفها لوسي بيقول إنه يعرفها وإنها زارته في المحل من 20 سنة وطلبت منه طعام مجاني، ولما اداها من الآيس كريم بتاعه قالت له إنه اتكافئ، وإنه بعدها اتعرف على مراته وحب حياته وكانت دي مكافئته، وإن اللي عملته معاهم كان اختبار أخلاقي ليهم ولكنهم فشل. ولكن لوسي بتكون عاوزة تخرج من الغابة بأي شكل، وبتنزل من العربية وبترفع الحاجز اللي قدام العربية علشان يتحركوا، ولكن العربية بتعطل وبتدخل لوسي للمكان اللي حواليها لحد ما بوب يصلح العربية. ولكنها بتسمع صوت حركة وبتشوف أشخاص شكلهم غريب ولابسين لبس أبيض وبيكونوا حاطين قناع حيوانات، فبتخاف منهم وبتجري بسرعة. وبتقول لبوب وكارين اللي شافته، ولكنهم ما بيفهموش هي بتقول ايه لحد ما بيشوفوا الناس بنفسهم فبيركبوا العربية بسرعة. ولكن الست اللي شافوها في المحل بتقف قدام العربية وبتمنع العربية من الحركة. فبينزل بوب من العربية وبيقول لها انه يعرفها وبيسألها لو كانت محتاجة مساعدة، ولكنها بتقول انها لقت اللي كانت بتدور عليه خلاص وبتشاور بايديها فبيتخنق. فبتخرج كارين وبتقول لها انهم هزموها بالكتاب وانها لازم تسيبهم، فبتحرقوا الساحرة وبتخنقها هي كمان، وبتقول لهم انهم ممكن يكونوا كسروا اللعنة لكنهم مش هيقدروا يهربوا منها. وبيقول لهم بوب يجروا بسرعة وينقذوا نفسهم، ولكن كارين بتوقف لوسي تقول لها انهم ما ينفعش يسيبوا بوب هنا، ولكن لوسي بتقول لها انها مش هتقدر ترجع تاني وبتجري وبتسيبها لوحدها. وبتروح لوسي لبوب وبتقول له انه عيلتها الوحيدة وبتقف قدام الساحرة، لكن الساحرة بتفضل تفكرها بتنمر زمايلها عليها وبوالدتها المدمنة، وبتقول لها انها فاشلة زي والدتها. وبتسأل بوب هو ليه بيساعد بنات فاشلين زي دول، فبيقول لها انهم عملوا اخطاء كتير ولكنهم كويسين من جواهم. ولكن الساحرة بتقول له انها جمعته مع حب حياته وما كانش المفروض يقف قدامها علشانهم، وانها دلوقتي هتاخده معاها هو وكارين. ولكن لوسي بتيجي قبل ما بتاخد ارواحهم وبتقف قدامها، ولكن الساحرة بتقدر تسحب ارواحهم وتحولهم زي الناس اللي لابسين ابيض، وبتخلي لوسي وكارين يمسكوا بوب ويسحبوه هو كمان. ولكن بيجي صاحب القدم الكبيرة وبيضرب الساحرة وبيقرب من بوب اللي بيديله تذكرة الايس كريم المجانية اللي اخدها من كارين، فبيسيبه وبيمشي. ولما بتصحى لوسي وكارين بيقول لهم بوب انه سعيد لانه اخيرا شاف صاحب القدم الكبير، وبيقول للوسي وكارين ولكنهم بيقولوا له انهم ما شافوش اي حاجه. ولما بيرجعوا للشغل بيقرر بوب انه يدي مفاتيح المحل لكارين وبيعرفها انه بقى بتاعها خلاص، وبيقول لها انه اتحرر من المكان ده وهيسافر في رحله بحريه لألاسكا، وبيقول لهم ما يسمحوش لحد يقلل منهم ويعاملهم زي الفاشلين مره تانية. وبتشكره كارين وبتقول له انه لما يرجع هتدوقه كوكتيل الرعاشات المهتزه اللي هتعمله، وبتودعه هي
فلوس. وبتيجي بنس للمحل مرة تانية، ولما بتسأل عن بوب وبتعرف ان كارين بقت مالكة المحل الجديدة بتغير منهم، وبتقرر كارين تنتقم منها وبتديها مشروبها الجديد مجانا، وبتقول للوسي ان عليه التعويذة وبيضحكوا. وبيروح روجر حبيب كارين السابق وبيطلب منها تسافر معاه، ولكنها بترفض وبتتمسك بحبها للايس كريم. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده، وبيعلمنا انك ما تسمحش لاي حد يقلل منك ويقولك اتفاشل مرة تانية. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها.